السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معاكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 15 فبراير 2023. حاليا أنا موجود على محور بن زايد الشمالي. المحور اللي احنا ماشيين عليه ده أحد المحاور الرئيسية المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده مسار المونوريل اللي صورناه قبل كده بنفس المكان ده أكتر من مرة. زي ما حضراتكم شايفين الدنيا كل يوم بتختلف هنا عن اليوم اللي قبله. المسار بتاع المونوريل ده كده جاي من عند مسجد مصر، من عند المسجد الفتاح العليم، وماشي من الغرب لاتجاه الشرق في العاصمة الإدارية الجديدة لحد مسجد مصر الكبير، وبيعدي لحد محطة الورش في العاصمة الإدارية الجديدة. في النص كده ده مسار النهر الاخضر برضو بين محور بن زايد الشمالي ومحور بن زايد الجنوبي. بيتوسط المسافه منطقه الاعمال المركزيه اللي هنشوفها قدام حضراتكم. دي منطقه الابراج اللي قدام حضراتكم، منطقه الاعمال المركزيه شرحناها قبل كده. عباره عن 20 برج بيتوسطهم البرج الايقوني بارتفاع 79 دور 485 متر. المنطقه اللي على ايدينا الشمال دي منطقه الام يو 7 الخاصه بمنطقه الابراج اللي هيتم تنفيذها ان شاء الله الفتره اللي جايه، خاصه بشركات التطوير العمراني. وفي شركات كتيره جدا بدات تشتغل اليومين دول زي ما حضراتكم شايفين في كده في الصوره. دي شركات كتيره جدا بدات تشتغل في المكان، وفي اعمال حفر واعمال تسويه للارض وفي اعمال كتيره جدا شغاله. دي كده محطه منطقه الاعمال المركزيه او محطه البرج الايقوني الخاصه بالمونوريل زي ما حضراتكم شايفين شغالين فيها حاليا. دي كده منطقه الام يو 7. المسافه اللي هي الفاضيه بين منطقه الاعمال المركزيه ومنطقه الار 3 هي دي منطقه الام يو 7 عشان الناس تبقى عارفه. ده كده قدام حضراتكم المحطه الخاصه بالمونوريل في المكان هنا. هي محطه هتكون في موجود محطه هنا خاصه بالمونوريل قدام منطقه الابراج او قدام منطقه الاعمال المركزيه. ان شاء الله هناخد جولتنا كده على محور بن زايد الشمالي، هنروح منطقه الداون تاون، هنشوف منطقه البنوك، وهنمر كده هنوصل لحد القصر الرئاسي ان شاء الله تعالى في جولتنا اللي هناخدها قدام حضراتكم دي كده. زي ما حضراتكم شايفين الاعمال والدنيا دايره هنا في العاصمه الاداريه الجديده علشان الناس. في ناس كتيره جدا كلمتني وقالت لي ان العمل متوقف في العاصمه. لا، العمل شغال وهتشوف الدنيا دايره، والحمد لله في افتتاحات اليومين دول. تم افتتاح بنك مصر في منطقه البنوك وعرضنا الفيديو بتاعه امبارح، وان شاء الله هنشوف المكان ده دلوقتي وهتشوف العمال وهتشوف الدنيا قدام منطقه البنوك وهتشوف الدنيا دايره. بسم الله ما شاء الله. خليه نحل موجوده في كل مكان في العاصمه الاداريه الجديده. كل مكان هتروح في العاصمه الاداريه هتلاقي ناس شغاله والدنيا دايره فيه، ما فيش اي توقفات علشان الناس اللي بتطلع اشاعات. لا، الدنيا والناس اللي شاريه هنا ما تقلقش، الدنيا دايره، ما فيش اي توقفات خالص في العاصمه الاداريه الجديده. بالعكس وتيره العمل متسارعه اليومين دول. في بدات الوزارات تنقل في العاصمه الاداريه الجديده. ان شاء الله تعالى خلال الايام اللي جايه هيتم افتتاح اكتر من حاجه كده في العاصمه، وربنا ييسر الحال باذن الله تعالى. دي كده كل دي منطقه الاعمال المركزيه زي ما قلت لحضراتكم. 20 برج موجودين في المكان اللي قدام حضراتكم ده كده، بيتوسطهم البرج الايقوني. وعلى المحور الاخر محور بن زايد الجنوبي في قصادنا كده الناحيه الثانيه الجامعه الالمانيه قدام حضراتكم الناحيه الثانيه وشغاله. طبعا الجامعات الخاصه كتير جدا في العاصمه الاداريه الجديده. كنا نتمنى يتعمل جامعه حكوميه كبيره جدا ضخمه في قلب العاصمه الاداريه الجديده. يا ريت لو حد من الساده المسؤولين يسمعنا يطرحوا الموضوع ده للنقاش او يكون في فكره او تصور للموضوع ده الفتره اللي جايه. ده كده مسار المونوريل. احنا دلوقتي داخلين على الطريق الدائري الاقليمي، هيعدي من هنا كده. هنشوفوا قدام حضراتكم دلوقتي فيديو لنفس المنطقه بنفس المسار اللي احنا كنا ماشيين عليه بتاريخ 20/9/2020. زي ما حضراتكم شايفين الفرق الشاسع بين المكان اللي احنا كنا لسه ماشيين عليه دلوقتي. دي منطقة الابراج او منطقة الاعمال المركزية. زي ما حضراتكم شايفين كان البرج الايقوني لسه 45 دور او 46 دور، لسه ما كانش بالشكل اللي احنا عارفينه عليه دلوقتي. المنطقة ما كانش حد عارف ده ايه وده ايه وده ايه، ما كانش لسه المكان ظاهر خالص. بالاضافة طبعا للمسار بتاع المونوريل اللي ما كانش موجود نهائي. زي ما حضراتكم شايفين المكان على الطبيعة سنة 2020، نفس المسار اللي احنا كنا ماشيين عليه من شويه. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي الفرق شاسع والفرق كبير جدا. الناس انا عارف ان هي ممكن تعيد الفيديو مره واتنين وتتفرج وتشوف الدنيا على الطبيعه. ده كده الفرق بين منطقه الاعمال المركزيه
في 2023. والوضع دلوقتي على الطبيعة قدام حضراتكم سنة 2020 في شهر 9 سبتمبر 2020. ده كده محور بن زايد الشمالي، لسه ما كانش في مسار المونوريل اتعمل ولا كان في اي حاجة. كانت الابراج لسه عبارة عن هياكل خرسانية زي ما حضراتكم شايفين. كانوا لسه بيحطوا الواجهات الزجاجية، كان لسه بيجربوا الواجهات الزجاجية على الواجهات بتاعة الابراج. المكان كان شكله مختلف تماما عن دلوقتي. ده كده محور بن زايد الشمالي. دول برجين التوأم الموجودين في منطقة الأعمال المركزية، هما في النص دول. وده كده الطريق الدائري الإقليمي، وده منظر من اتجاه تاني علشان الناس تبقى عارفة شكل المكان بالظبط من كذا اتجاه. الناس ترجع للفيديوهات بتاعتنا. الحمد لله ان انا مصور الكلام ده كله وماشي بعربيتي في مكان كان بصراحة غير مؤهل ان احنا نمشي فيه خالص. دلوقتي الوضع مختلف تماما تماما تماما. في اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي المكان اختلف 180 درجة. دي منطقة الأعمال المركزية زي ما قلت لحضراتكم. فيديوهاتنا دي موجودة على قناة المهندسين الوطنيين. اللي عايز يتابع ويشوف الحاجات دي على الطبيعة يشوفها بالتواريخ القديمة هتلاقيها موجودة على القناة. المكان شكله مختلف تماما زي ما قلت قبل كده. زي ما حضراتكم شايفين حتى الأعمدة الكهربائية كل حاجة المكان شكله اختلف 180 درجة. ده كده شكل البرج الأيقوني اهو قدام حضراتكم. البرج الأيقوني كان لسه ما عملوش الواجهات ولا كان لسه خلصوا خرسانات فيه ولا أي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين على الطبيعة. الناس طبعا هتقدر ان هي تميز وتقارن بين الوضع في 2020 و 2023. ده كنا الفيديو ده كان تصوير يوم بالتحديد يوم 24 او 20 سبتمبر 2020. 24 سبتمبر 2020. علشان الناس تبقى عارفة الفرق وتحكم بنفسها ان الدنيا اختلفت والمنظر اختلف والوضع اختلف زي ما قلنا 180 درجة. دي كده المنطقة اللي هم دلوقتي بدأوا ان هم يشتغلوا فيها ابراج قدام حضراتكم. والمكان اللي احنا فيه واقفين فيه دلوقتي في محطة للمونوريل. يعني المكان اللي احنا بنصور منه دلوقتي في محطة للمونوريل قدام منطقة الابراج. ده كده انا في ظهري الحي السكني الثالث الار 3 وفي وش منطقة الابراج على ايديا اليمين منطقة الام يو 7 اللي هم شغالين فيها حاليا. والطريق ما كانش لسه اترصف بين الار 3 وبين منطقة الابراج. انا يعني بصراحة اتحمست لما شفت الفيديو براجع في القناة عندي كده، فقلت انزل ونعمل مقارنة والناس تشوف على الطبيعة.